السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وهو إنقاذ فرخ. لقيت الأهالي مالته ما موكلته خطية، واصل بدرجة للهلاك خطية. يعني هذا لو عايفة بعد تقريبا ساعة ساعتين ألقاه ميت. فإخوان يرجى متابعة الطيور أو الأفراخ. هسه هذا لقيته آخر رمق بحياته وهو أكيد سببه الجوع. فهسه راح أحاول أوكله يدوي حتى بحيث يعيد قوته إن شاء الله، وأظل أتابعه وأشوفه إذا ما استجاب للأكل أظل أنا أزق له يدويا. فخطية لقيته آخر حلقة. هسه أنا زقيت له شوية حتى خاف بعض المشاهدين يشوفوني يقولون هذا الطير راح يموت هو يسولف. أنا زقيت له شوية هسه بس أريد شوية يعيد نشاطه يصير بي نفس حتى أرجع أكمل الزق مالته. صراحة لقيته يعني حالته كلش تعبانة ومستاءة، وهاي إذا تشوفون راسه من فوق بي أصلع صاير، هاي بسبب الأهالي عندها نقص أملاح وجاي تنقر به. بس إن شاء الله إذا الله كاتب له حياة هذا الطير راح يعيد نشاطه. هسه أنا انطيته كزقة أولى وراح إن شاء الله هسه أزق له مرة ثانية، وعسى الله يعني يعيده للحياة. هو هسه شبه ميت بس أنا راح أحاول وياه. هسه أنا انطيته زقة واحدة، هسه صارت معدته شوية بيها أكل والحمد لله والشكر يا ربي. إذا الله كاتب له حياة فهو يعيش، إذا كان سببها الجوع. وأنا شفت معدته يعني فارغة بالكامل والحمد لله والشكر يا رب العالمين. هو مخلوق لا حول ولا قوة. فنرجو متابعة مثل هيك حالات اخوتي، ولا تفوتكم. اللي عليكم تعملون بالأسباب، مثلا إذا طير كان مريض تقدمون له العلاج، وإذا كان جائع توكلونه. والموت والحياة هي بيد رب العالمين بالأول وبالآخر. بس إحنا علينا كبشر وكمربين لهاي الطيور لازم إحنا علينا المسؤولية الكاملة إن نعتني بيهم كغذاء وكأمراض نعالجهم مع عيوني. فما يصير الطير هذا المخلوق الكائن الضعيف احنا ساجنينه، فما يصير يعني بس مجرد ندور مادة او مثلا باوعلين. فهاي ما يجوز، حرام. يعني مثل ما تريد شيء من عده لازم تنطيه. هسه هو تقريبا شوية صح. هسه راح ان شاء الله اعطيه دفعة ثانية من الاكل. صراحة ما اقدر ازقه قدامكم لان تعرفون الموبايل ما اقدر اسيطر عليه. راح اعطيه دفعة ثانية وارجع لكم. هسه اعطيته الدفعة الثانية من الزق وان شاء الله الامور طيبة. بس هو لحد الان احنا بعدنا ما متأكدين من سلامته، بس اللي علينا سويناه انطيناه الاكل اللي هو الخلطة البلجيكية، هذا مال شركة فرسل لاقة. اخواني كل مربي لازم يكون عنده هذا الاكل اليدوي السريع اللي مثل هيك حالات طارئة. هسه هو خطية حتى لان تعرفون هذا مني يهلك من الجوع تضعف عنده الدورة الدموية. فهسه لقيته صايرة عنده برودة بجسمه، فراح احاول الزمه بيدي بحيث ازوده بالدفو ويستعيد نشاطه ان شاء الله. وهاي اخواني يعني هي هاي الملاحظات عظيمة بالنسبة لي، لأن هذا الطير خطية بذمتنا وهو لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن شاء الله إذا صار زين وبمرور الأيام إذا الله كتب لي الحياة راح أوافيكم بفيديو جديد إليه ونشوف آخر تطوراته إذا نجى من هاي الحالة. إن شاء الله يبشر بخير هو هسه، لأن من الساعة لقيته هالكان يعني واصل عنده نسبة العجز 90%، يعني بحيث حتى ما يقدر يتحرك. هسه لا شوية يعني جاي الاحظ يعني هو صحيح بعده تعبان، بس اكو ان شاء الله بادرة خير.
ان شاء الله. هسه راح احاول لازم ادفيه حتى بحيث الاجهزه مالته الدوره الدمويه ترجع تشتغل من خلال الدفو، لان تعرفون الدم اذا يبرد يضعف التدفق مالته، واذا دفى يصير سلس بالاورده يمشي والشرايين. خطيه والله صراحه قارت عياني. ليش انا حبيت اصورها لكم؟ مثل هيك حالات تكون ما تخلونها تعبركم اخوتي، وارجو الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس وتعطونا لايك حتى تتوسع القناه مالتنا وتتطور ان شاء الله بوجود الله وبوجودكم. الى هنا تنتهي حلقتنا، في امان الله احبتي.